عملت تورتة الفرح من 4 أدوار فرايد تشيكن وما اتكسفتش من اللي حصل بعد كده قدام الناس. كانت بتغني ووقفت على الدي جي وأمها ما كانتش سايباها لحظة واحدة. قلبت الفرح حفلة والفرحة ما كانتش سايعاها، وأمها وأبوها قدموا فقرات معاها، والأغاني والرقص كانوا الحاجة اللي الناس كلها بتعملها، وفستانها وفستان مامتها أكلوا الجو من كل اللي كانوا موجودين. واللي حصل بينها وبين جوزها قلب السوشيال ميديا كلها. فرح البلوجر دينا هشام بنت الدكتورة هبة قط كان حكاية. يا ترى مين من المشاهير كان موجود وعمل ايه؟ ومعقول الافكار اللي عملتها في الفرح؟ وايه حكايه تورته الفرايد تشيكن؟ كل ده واكتر هتعرفوه في الفيديو ده، كملوا للاخر وهتلاقوا المفاجآت. دينا هشام كانت بتجهز نفسها من أول اليوم في الفندق اللي عملت فيه الفرح، وفستانها كان حكاية وكان منفوش ومطرز وكل جزء فيه ليه تصميم معين، ده غير التاج اللي كان على راسها واللي كان ملفت جدا لكل اللي كانوا موجودين. بس المفاجأة إن الفرح اتعمل أوبن إير وكان ولا كأنه حفلة بالجمهور اللي فيه. وأول ما الفرح بدأ دخلت دينا مع والدها وهم مأنججين بعض، ووالدتها ما سابتهاش، كانت واقفة جنبهم علشان تسلمها هي ووالدها لعريسها اللي كان واقف مستنيها. بس ما أخدهاش من والدها بالساهل كده، لأ دي أول فقرة في الفرح كانت مع أبوها اللي ما رقصش معاها بس وقف يغني لها وما كانش مصدق إنه خلاص جه اللي هياخدها منه. وبعد ما غنى لها جه عريسها وأخدها منه علشان الفرح يروح في حتة تانية خالص، وتبدأ العروسة رقص وغنى وما بطلتش أبدا، وكمان الناس كلها تتلم حواليها وكأنها نجمة في حفلة. جوزها شالها ولف بيها من كتر ما كان مبسوط، وأمها رقصت معاها وغنت كمان على أغنية إليسا. والموضوع ما وقفش عند كده أبدا، لأ ده كمل بإن الإعلامية دعاء فاروق كانت موجودة هي وجوزها ورقصوا سوا قدام الناس. ودي حاجة أول مرة تحصل في مناسبة، ولسه المفاجآت ما خلصتش. العروسة قررت إنها تروح تقف على الدي جي وهي اللي تغني وترقص، وطبعا دي كانت فقرة لوحدها والكاميرات ما سابتهاش لحظة. أما بقى المفاجأة الكبيرة واللي كانت لقطة الموسم هي تورتة الفرح، واللي ما كانتش فاضية وبيتحط عليها الفاكهة زي الترند الجديد، لا دي كانت أدوار كتيرة زي المشاهير، بس كانت تورتاية فرايد تشيكن. أيوة زي ما سمعت كده، فراخ محمرة 4 أدوار، ده غير الأرضية بتاعتها، واللي الناس أول ما شافتها بقت مش مصدقة إن ده طبيعي وإنها عملت كده بجد. بس دينا كانت حالفة تخلص المفاجآت في فرحها، وهو إنها بدل ما تقسم التورتة مع جوزها قررت إنها تجيب كاتشب وتقف قدام الناس كلها، وفعلا ما فرقش معاها أي حاجة ولا الناس اللي موجودة، وأكلت ورجعت كملت رقص تاني. وعريسها كان في أحسن إحساس من اللي بيحصل حواليه، وأخيرا هيبقوا في بيت واحد بعد ما استنوا فترة طويلة علشان الجواز يتم. انتوا بقى إيه رأيكم في الفرح؟ وإيه أكتر حاجة لفتت انتباهكم فيه؟